السلام عليكم وسكريناتك، الحلقة السادسة، إعداد أحمد مشعل، كل جمعة الساعة 7. حلقة النهاردة عنوانها يمكن غامض شوية، أهل قريش. عنوانها طبعا قبل ما ندخل في تفاصيل عنوانها، طبعا احنا كنت كاتب بوست أول امبارح يوم الأربعاء اللي فات، اتكلمت فيه على حتة إن خريطة كرة القدم اتغيرت في مصر بشكل كبير جدا بعد ما دخل فيها مثلا نادي زي بيراميدز، وقبليها كمان سوق الانتقالات بقى، الملايين اللي بتتحط في اللعيبة والأرقام اللي سببها الأهلي والزمالك والمنافسة بتاعتهم اللي علت أرقام اللعيبة. فاللعيب ما بقاش يدور دلوقتي على حتة انتماء أكتر من إنه يدور على حتة فلوسي ومصلحتي. كل لاعب اكيد بيدور، طبعا مش هنقول ان كل لاعب مش حقه كده، لا طبعا حقه، لكن جمهور النادي الاهلي دايما، او لما في لاعب بيمشي من النادي الاهلي بشكل زي شكل احمد فتحي وزي عصام الحضري وزي عبد الله السعيد، اللاعب اللي بيمشي لان هو بس مجرد انه باصص للفلوس والماده، فالنادي الاهلي طبعا او جمهور النادي الاهلي بيبقى ناقم عليه او متضايق منه. فدايما الناس تقول لك جمهور النادي الاهلي ده جمهور ما عندوش عزيز ولا غالي. بالفعل جمهور النادي الاهلي ما عندوش عزيز ولا غالي، لان العزيز والغالي عند جمهور النادي الاهلي هو النادي الاهلي نفسه. ولكن احنا بنقدر اساطيرنا، والدليل الصور اللي ورايا، الصور اللي ورايا دي خير دليل ان احنا، لا احنا بنقدر نجومنا وبنحب نجومنا وبنحترم نجومنا، بس النجوم اللي صنعوا شيء، مش اهل قريش ولا عباد اللاعبين اللي هم عباد الاصنام، استغفر الله العظيم. ان احنا ما نعبدش لاعب وهو ما عملش حاجه للنادي، ما نقدرش لاعب قوي وهو ما عملش حاجه للنادي، لا النادي الاهلي بيظل رقم واحد. النادي الاهلي هو رقم واحد، ولو لعيب من دول غلط في النادي الاهلي او عمل موقف ضايق جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي بينتقده بشكل عادي جدا، لان هي دي طبيعه جمهور النادي الاهلي. عنده النادي، قيمه النادي وحب النادي هي رقم واحد. على الناحيه الثانيه، اما تيجي تبص على جمهور الزمالك، او عنوان بقى حلقتنا النهارده، هو جمهور لا يهتم بقيمه ناديه، لان هو ما بيعتبرش ان ناديه وسط او جنب النادي الاهلي ذو قيمه. يعني هو بيبص لنادي الزمالك، جمهور الزمالك بيبص للزمالك ان لا احنا عارفين ان انت مش احسن واحد، احنا عارفين ان في احسن منك، لكن هم بيمسكوا في عنوان حلقتنا اللي هو اهل قريش، او هم اهل قريش، ان هم بيعبدوا اللعيبه حب وعباده كبيره. هم مش مهم النادي بيعمل ايه، النادي بيتدحضر. كان الزمالك متهان، لكن شيكابالا كان مثلا مميز في وسط الفرقه، فمش مشكله الزمالك يولع بجاز، المهم ان شيكابالا لازم يبان. شيكابالا دلوقتي بقى مدلدل والدنيا عنده فيها شويه رهرطه، مش مشكله، المهم ان شيكابالا احنا بانيين عليه انه مش عارف صنع، عمل 108 اسيست او 110 اسيست، واختلف العلماء على ان هم 108 ولا 110. فتلاقي جمهور الزمالك ناسي قيمه الزمالك، ناسي اللي شيكابالا عمله توقيعه للنادي الاهلي، وناسي انه كان عايز يختم حياته في الاسماعيلي. ولكن شيكابالا هو الاسطوره الحيه اللي بيغيظ كل الاهلاويه، فلازم نمسك في هذا الشيكابالا. طارق حامد وهكذا، فرجاني ساسي، مش مهم فرجاني ساسي مين اللي كان مقعده، مش مشكله ان طارق حامد اسمه قدرني ويقعد لاجل الماده، مش مشكله، ده بيضايقك انت كاهلاوي، فانا هستمر في عباده استغفر الله العظيم طارق حامد وفرجاني ساسي وشيكابالا. يلا بينا نخش على سكريناتنا النهارده، اللي هي ملخص حلقتنا النهارده، ان فعلا جمهور الزمالك بيثبت كل يوم انه من اهل قريش. يلا بينا نبدا في اول سكرينه معانا النهارده، وكالعاده من آل العدل. الحلقه اللي فاتت برضو بداناها من عيله العدل، او العدل جروب بتوع شركات الانتاج. طبعا احنا عندنا الاستاذ محمد العدل هو رئيس قناه النادي الاهلي، لكن طبعا بقيت اسرته كلها زملكاويه. لكن نشوف استاذ جمال العدل عن الخطيب بيقول: لو اسطوره كان دخلنا كاس العالم. يعني هو بالنسبه لهم ان الاسطوره مش مهم انه خد بطولات، مش مهم انه عمل انجازات، مش مهم انه محترم، مش مهم، زي ما قلت لكم هي الموضوع عندهم ما يفرقش معاهم انجازات ومبادئ وبطولات والكلام ده، المهم انه دخلنا كاس عالم، جاب كام جون، عمل كام اسيست، رقص كام واحد في حياته. فطبعا هي دي العقليه البتنجان، ان كابتن الخطيب لو كان دخلنا كاس عالم كان هو ده يبقى بقى اسطوره. طب ما حسام حسن اللي دخلنا كاس عالم، حسام حسن هو من ابناء النادي الاهلي. طب ما ضربه الجزاء اللي سجلها مجدي عبد الغني، ما هو من ابناء النادي الاهلي. يعني انا ما بحبش الاثنين دول على فكره، يعني ده بين قوسين. يعني لو هنتكلم ان قوام كاس العالم كان كل لعيبه النادي الاهلي سنه 90، لو هنتكلم ان اللي دخلنا كاس عالم فيما بعد اسيست تريزيجيه ولاعيبه النادي الاهلي قوامهم الاساسي اللي في منتخب مصر كله، لعيبه النادي الاهلي، الشناوي انه خد احسن حارس، طبعا هم بالنسبه لهم طبعا الكلام ده ما يشغلناش احنا جمهور النادي الاهلي. احنا دخلنا كاس العالم المرتين، لم يحدث اي تشريف لمصر، فكده ده فشل. لكن هم بالنسبه لهم، لو عارف مثلا لو شيكابالا هو اللي كان عمل الاسيست اللي جه ضربه جزاء بتاعت الكونغو برازافيل، كان شيكابالا اصبح هو اتعمل له تمثال اصلا خلاص في 100 عقبه، ده كان حصل يعني. ولو كان مثلا عندهم مثلا اي لاعب، احمد رمزي مثلا كان سجل هدف الصعود بتاع الجزائر 89، كان احمد رمزي دلوقتي بقى اتعمل له ميدان احمد رمزي، اذا ما كانش الزمالك اتسمى نادي احمد رمزي. فبالنسبه لهم هو اللاعب اللي بيدخل كاس عالم او بيدخل جون هو ده الاسطوره. طبعا اللي بعده بقى النهارده نقلل شويه سكرينات، احنا عايزين نخش شويه ايه بقى، شويه فيديوهات. طبعا معانا فيديوهات كوميديه الايام اللي فاتت دي ظهرت. تعالوا نشوف اول فيديو معانا، كنت واخده من بيت جيت زيلو، يلا نشوفه مع بعض. لا شيكابالا اتظلم كتير. ظلم. اتظلم كتير جدا جدا. اه الناس فاهمه ان شيكابالا غلط، وبرده كان
موضوع الفلوس بتاعته ده، مرة مضى سنة بجنيه يعني حاجة. مضى سنه بجنيه. يعني كان في عقده مفيش فلوس خالص، والناس فاكرة ان هو بياخد ارقام كبيرة جدا جدا. اه. طبعا دي من الفيديوهات طبعا اللي ظهرت في الفتره الاخيره، ان شيكابالا طلع انه كان بياخد جنيه، هو بالنسبه لهم اسطوره يعني. شيكابالا كان بياخد جنيه واحد، ده قيمه شيكابالا. اللي هو دلوقتي الناس مثلا طارق حامد قدرني عايز ملايين، طب وشيكابالا الاسطوره بتاعكم ايه؟ مش بياخد جنيه مش مشكله، المهم نفضل اسطوره بالنسبه لنا. طب قدروه عشان لا مش مشكله عشان ما نرضيش الاسماعيلي ولا الاهلي. فهو طول عمر شيكابالا في الزمالك بيتعامل المعامله دي، وهم معتبرينه اسطوره، وهو يعني لازق في الزمالك لان هم ما لهمش الا بعض. شيكابالا مش هيليق على نادي تاني هيبطل كوره، لان هو عارف ان جمهور الزمالك بيعبدوا حب عباده، فمش هيلاقي نفسه الا مع الناس دي. الفكر ده شيكابالا عايزه، فلو بجنيه هلعب معاكم انتوا مش فاهمين حاجه فانا معاكم انتوا. هو ده شيكابالا بالنسبه لهم. نخش على فيديو تاني لكابتن عفة. نادي القرن طبعا اتسرق، وهي دي مظلوميه جمهور الزمالك التاريخيه اللي احنا عارفينها، المظلوميه اللي هي احنا دايما مظلومين. وطبعا قاعد بيتكلم بتاثير، طبعا انا حاطط له ايه يعني هيتزل له، حاطط له صوت كوميدي، لكن هو طبعا كان بيتكلم برضه بتاثير وان هو متاثر. نادي القرن يعني اتاخد منه حلمه، اتسرق منه. واحد بعت له رساله: يا كابتن عيب على سنك، وعيب على زمالتك اللعيبه زي النادي الاهلي، وعيب على المفروض انت ليك اولاد انك احترم اللي انت بتقوله، لان انت بتقول ده هري، اللي انت بتقول ده ملوش اي اساس من الواقع. يعني ايه ان دور ال 16 ودور ال 32 كان الزمالك بيلعب هنا الماتش الاولاني والتاني يروح هناك يكسب بصعوبه، وعلى العكس الاهلي بطل بقى اللي انت بتعمله ده كابتن، بطل تفاهه بقى. الاهلي من الثمانينات بياخد بطوله افريقيا وكان بيخليكم انتوا تشاركوا. الاهلي من 94 ل 98 قاطع الاتحاد الافريقي، وانتوا بسببها كنتوا بتدخلوا بطولات رغم النادي الاهلي هو بطل الدوري. بطلوا اللي انتوا بتقولوه ده، انتوا مش فاهمين اساس الموضوع، انتوا بتمسكوا في حاجات تافهه لان انتوا دايما عندكم حته المظلميه دي. نخش بقى على فيديو هو قديم قوي قديم قوي، بس الواد ده وحشني، وشه وغلاسته وحشوني، هو والغلس اللي جنبه. يعني احنا هنتكلم على الغلس اللي جنبه اكتر من سيد حبيب النصاب. تعالوا نشوف الفيديو. الواد ده غلس غلاسه يا جدعان، لو انا بدمي تقيل او غلس، الواد ده اغلس مني بمراحل المراحل. يلا بينا. الهف مكتال الشوق. انا لسه مستنيك فوق. لا 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 لا. كده كده يا زمالك. بس الفيديو ده طبعا لما النادي الاهلي ده بعد ماتش الاهلي والزمالك اللي كان فيه احداث امطار الموسم اللي فات، الدور الاولاني لما كان فيه مطر شديد جدا جدا، والماتش خلص 0-0 في اجواء كانت الملعب بايظ. الماتش طبعا اكيد كلكم فاكرينه، والزمالك بعد التعادل الزمالك فضل متصدر، فالفرحه دي فرحه ان هم فضلوا مركز اول بتعادل مع النادي الاهلي. نكمل بس عشان نعرف بس وشهم الاثنين، انا مش شايف ملامحهم من كميه الشعر اللي في وشهم. يلا بينا. الدوري في الجزيرة. هتوبة. وارجع اقول من تاني، خليك كده مركز تاني، وارجع اقول من تاني، خليك كده مركز تاني، وارجع اقول من تاني، خليك كده مركز تاني. بقول لك اكسب واتصدر. طبعا سيد حبيبه النصاب طبعا ده شخص بيض، يركنه على جنب، خد تهزيقه وخد فترته وخد كل مواقفه، حرامي ونصاب، وعرفنا قصته من زمان. نركن سيد حبيبه. الواد ده جنبه ده غلس قوي. هو انت يا سيد عايز تطلع اي حد معاك مشعر وخلاص؟ اي مشعر بتطلعه معاك، ما تيجي تاخد اي حاجه مشعره كده، فبتطلع اي مشعر معاك كده، اي مشعر.
الله يخرب بيت تقل دمك، مش انت يا سيد، الواد اللي جنبك، الواد اللي جنبك سخيف قوي. اما تيجي تطلع تحفل على الاهلي اطلع لوحدك، يعني احنا بنبلعك بالعافيه، هتطلع لنا واحده كمان، احنا ناقصين اديها نشوف السكرينات. بنرجع للسكرينات احسن عشان سكرينات النهارده مضحكه شويه. يلا بينا على السكرينه اللي بعديها. السكرينه اللي بعديها انا ما لقيتلهاش وضع من الوضع، يعني ما لقيتلهاش وضع من الوضع، يعني ما لقيتلهاش حاجه، مش عارف افسرها لحد دلوقتي، عمال اقول حتى انا ايه اللي يتقال فيها. سكرينه من كابتن اسمه كابتن حسام ممدوح علي، ما اعرفش مين حسام ممدوح علي. بص بقى نسمع الكلام. التحديات اللي في العالم كله تحت رجليك، التحدي ده الاهم. شارك معانا في اقوى تحدي بالموسم. اسلام مهدي اعمل له لايك، حسام ممدوح اعمل له قلب، وادخل الصفحه ودوس لايك للصفحه علشان يصل لك كل جديد، واشترك. وفي مسابقات جامده الايام اللي جايه، شير علشان توصل لكل اصحابك. ايه ده؟ في ايه؟ مين ده؟ مين ده يا ابني؟ انت ايه اللي انت شاذ؟ يلا انت عامل مسابقه بيني وبينك ليه؟ احنا مين؟ احنا اللي تعمل مسابقه المفروض ان الاهلاويه زي كده يخشوا يشاركوا فيها؟ انا مش فاهم حاجه. انت مين يا ابني؟ احنا داخلين في الموضوع ليه مع بعض؟ انا ما اعرفكش يعني، حتى ما فيش سابق معرفه، ما فيش سابق مثلا انت بتعمل فيديوهات، طيب مثلا بتعمل اي حاجه عشان اكون عارفك مثلا؟ يعني انا اتنين عارفيني، انت مين عارفك غير اهلك؟ ما علينا. يلا بينا نخش السكرينه اللي بعدها. من بيدج للزمالك، محمد الشناوي يطلب 20 مليون جنيه في الموسم، شرط التجديد للاهلي ان هو بيشترط 20 مليون جنيه يا اما يهدد بالانتقال لبيراميدز. هو بص الموضوع ليه شقين بالنسبه لي. الشق الاولاني ان انا متضايق جدا على الايموجي ده، اللي هو انت عامل لي ايموجي انا مش فاهمه الصدمه، فاهم؟ اللي هو عامل لي ايموجي اللي هو كده، المفروض جمهور الزمالك او التيس اللي بيتفرج هو يصدق الكلام ده. تاني حاجه ان هو بيراميدز اي بيستقبل اي بيبي، انا فاهم، بس هو للدرجه دي؟ يعني الموضوع للدرجه دي بقى؟ للدرجه دي مثلا احمد فتحي يمشي هاته، عبد الله سعيد يمشي هاته، شريف اكرامي يمشي هاته، حسام عاشور يلا بنفكر نجيبه. انتوا ايه هو بيراميدز شغال كده؟ وبعدين بيراميدز عنده كل الحراس دي، يعني هيجيب برضه حارس تاني؟ حتى في منطقيه في الموضوع. فطبعا زي ما بقول لكم ان دايما هو في ناس بتصدق الكلام ده. نخش على السكان بعدها. هم طبعا هم ما يعرفوا يعني، بيمجدوا في شيكابالا. بص السكينه اللي جايه، بيمجدوا في شيكابالا، بيمجدوا في طارق حامد وما عملوش اي حاجه، وبيشتموا مين بقى؟ سيدهم ابو تريكه. طبعا انتوا عارفين ابو تريكه عمل فيهم ايه. بيقول لك واحد كاتب في بيدج عندهم اللي هو بيقول لك ايه، ابو تريكه تاريخه كله هدف الصفاقسي والغطس في اعماق الملاعب. يعني هو بيلخص تاريخ محمد ابو تريكه اللي شوف سجل فيهم كام جون وهانهم افريقيا ومحليا، والدنيا بالنسبه لابو تريكه بطولات وانجازات، سيبك من كل احترام واخلاق وحب الدنيا كلها ليه، لا يا عم كل الكلام ده خلاص مش مهم. ابو تريكه نركنه على جنب في الاحترام والاخلاق. اللي عملوا فيكوا ده ابو تريكه بس. تاريخه جون الصفاقسي معلش، يمكن جون الصفاقسي حرقك شويه فعشان كده قلت ايه ازيد في الهبده، لكن هو تاريخ ابو تريكه كله بس ده. طب ماتش 4-3، طب ماتشات كتيره جدا جاب في اجوان حسم لمنتخب مصر بطوله زي مثلا بطوله 2006، بطوله 2008. ايه بالنسبه لك الكلام على ايه؟ الكلام على فاتي اديها. اللي بعده، بص بقى يا معلم، اللي خلى وائل جمعه احسن مدافع في تاريخ الاهلي انه جه من جيل تاريخي للاهلي ساعده يجيب بطولات وقدمه للناس على انه احسن مدافع في التاريخ في تاريخ مصر، زائد حبه الخبره وتوقيت الالتحام اللي بنى تاريخه عليهم. الونش لو اتعامل معاه كده من زمايله هيعدي وائل، لان الكواليتي بتاعه انضف. يعني هو بيتكلم ان وائل جمعه ظهر في وقت ان في نجوم النادي الاهلي هم اللي بينوه هم اللي ظهروه، والكلام ده ان هو كان مميز بس في توقيت الالتحامات. يعني هو قال ان هو ظهر في وقت فيه نجوم، اوكي ماشي، وظهر ان هو الالتحامات بتاعته كويسه، وان في لاعيبه تانية ساعدته، اوكي. انت ان الونش وبيقارن ان الونش ممكن يبقى زيه، يعني ان هو بيقول ان محمود الونش اللي عندهم ممكن يبقى زيه لو اللعيبه اتعاملت معاه كده. طب ما تتعاملوا معاه كده ورونا الونش. هو انتوا ليه دايما اي جمله عايزين تحطوا فيها الاهلي؟ ليه؟ يعني ليه دايما الاهلي هو اللي عامل لك الخرم الاساسي؟ يعني الخرم نمبر 1 هو النادي الاهلي. ما تقارن لعيبتك باي لاعب تاني. يعني ما تقارن لعيبتك نافسهم بين بعضيهم، قول لهم يلا يا رجاله شدوا، خليكم زي محمود علاء مثلا، هداف رزق ما عندوش فكره عن الدفاع بس بيعرف يجيب اجوان وعايز فلوس. يعني كده قارنوا بين لعيبتكم انتوا، مالكوش دعوه بلعيبتنا احنا. واعتقد ان ده طبعا صعب انه يتشال من دماغكم حته النادي الاهلي. نخش على اللي بعديها. باسم، بص هم زي ما قلت لكم نبدا بقى في حته اهل قريش بقى، ان هم بقى ايه العباده بقى، العباده. احنا ما عندناش اي مقاومات. اللعيب اللي احنا بنجيب سيرته اصلا لعيب ما يسواش جنيه ونص. ما لو اللعيب ده في النادي الاهلي وعمل المواقف دي كلها نديله بالشبشب، ولكن مشي من النادي ما بيلعبش اساسي، ما نعرفش عنه حاجه بقى لنا 3 سنين، ولكن هيفضل نجم مين؟ هو بسبوسه. صوره طبعا من بيدج على الانستجرام. برغم ابتعاده عن الزمالك وعن الاضواء، بس هيفضل عقده لجماهير الاهلي وهيفضل كاسر عينيهم، وليهم حق. ده معلم على وشهم علامه مش هتروح. يعني باسم مرسي مثلا جاب فينا جونين او 3 اجوان في كاس مصر 2015 2016 اذا لم تخني الذاكره، الكاسين اللي كانوا ورا بعض، اوكي. هنا
كاسين. طب ابو تريكه اللي انت بتقول تاريخه كله هدف الصفاقسي عامل ايه؟ ما هو في حسبه كده ملوخيه عايزه احسبها. يعني باسم جاب فينا جولين او 3 اجوان، فاحنا كسر عيننا. انما ابو تريكه اللي هالك حرفيا وخد منك بطولات وكسر عينك مثلا على مده 10 سنين، بتقول لك ان تاريخه كله هدف الصفاقسي. ده جمهور الزمالك، عرفتوا العقليه؟ حد فاهم حاجه؟ العقليه بصوا عقليتهم بطيخ ازاي. فهم طبعا عندهم باسم جاب جونين نجم، تركي جاب 50 جون فينا، مش مشكله نجم، هو تاريخه الصفاقسي والغطس، مع ان بس ما غطوسه. نشوف اللي بعديها. نيجي لسكرينه بعد كده من بيدج عندهم برضو، علشان احنا جمهور بيفهم مش بيب بيب. طبعا دي كسبة التاريخ. اذا كنا هنحترمك بس علشان زوجتك وبنتك، حرام يتهانوا علشان واحد مش عارف ولا فاهم بيقول ايه. طارق حامد وفرجاني ساسي ومصطفى محمد. طبعا بنتكلم على احمد ياسر اللي طلع قبل كده في لقاء واتكلم بشكل صريح جدا جدا، وابتدى يقول ان في لعيبه، هو على فكره اتكلم بشكل منطقي جدا على لعيبه الاهلي وعلى لعيبه الزمالك، بس هم طبعا حرقهم ليه؟ لانك هو مش مهم تجيب سيره الزمالك، تولع الزمالك بالجزمه، المهم ما تشتمش طارق وساسي، ما تشتمش بن شرقي، دول اللي احنا يا ابني احنا هو احنا ما تشتمناش بدول. اشتم الزمالك والله ما نزعل، اشتم فرجاني وده نزعل. بقول لك ايه، طارق حامد فرجاني ساسي ومصطفى محمد ما يسمعوش عنك قبل كده اصلا، ولا حتى انا اعرفك، لكن شكل الغل مليك. ركز في كلامك يا شاطر، عشان جمهور الزمالك وقت الجد ما يعرفش حد. طبعا هو ده جمهور الزمالك زي ما بقول لكم، ما يفرقش معاه الزمالك، لكن هو طلع يتكلم عادي. احمد ياسر، انا على فكره برضه احمد ياسر ده ما يشغلنيش ولا قصته اتفرجت عليه، لكن شفت تصريحاته. هو اتكلم بمنطقيه على الاهلي والزمالك عادي، قال لك ان في لعيبه ما تستاهلش المبالغ دي، وقال ان في لعيبه هنا مثلا عاديه وفي لعيبه هنا عاديه، لكن الزمالك طبعا حرقته ان انت تشتم طارق حامد ساسي. يا اختي لا اوعى. نخش على السكرينه اللي بعديها. ركز بقى معانا، بص بقى ايه ابتدت شغل اهل قريش. بص بقى ارقام طارق حامد. بصوا يا جماعه الارقام، ركزوا في الارقام بقى بتاعت توتو حامد. طارق قدرني، شوفوا بقى الارقام. ارقام وبطولات قلب الاسد المقاتل. طارق حامد مع الزمالك. طارق حامد حصل على الدوري المصري مره. واو، سامع عاشور ده بقى يا نهار اسود. طارق حامد حصل على الدوري المصري مره، حصل على كاس مصر 4 مرات، حصل على كاس السوبر المصري مرتين، حصل على الكونفدراليه مره، حصل على كاس السوبر الافريقي مرتين، الكونفدراليه ضربات جزاء، سوبر افريقي ضربات جزاء، 2 كاس سوبر الاثنين بضربات جزاء. سبحان الله يا اخي، لا السوبر الافريقي سوري، السوبر الافريقي مش بضربات جزاء، السوبر الافريقي كان كسبه الترجي المهلهل 3-1 في قطر، لكن فاهم الكونفدراليه ضربات جزاء، 2 سوبر بضربات جزاء، مفيش مشكله، صباح الفل عدي. طارق حامد حصل على كاس السوبر المصري السعودي، دي بالنسبه لهم بيصنفوها كبطوله. طارق حامد لعب مع الناشئين، لعب مع المنتخب المصري 44 مباراه دوليه، شارك في كاس عالم، شارك في كاس افريقيه. لعب مع الزمالك 149 مباراه، دي انجازات ماشي اوكي، ان هو لعب ماتشات ولعب، شارك في كاس بس، لعب في كاس العالم بس ما خدش حاجه فيهم. شارك مع الزمالك بس ما بياخدش بطولات مثلا اللي هو تقول واو مثلا واخد مع الزمالك 50 60 بطوله، ما فيش مشكله. طارق حامد ثاني افضل لاعب داخل القاره 2019، يعني ابو تريكه اللي خدها كذا مره وبركات وكل الكلام ده كانوا على جنب، دول لعيبه هم هدفهم في الصفاقسي بس، هم ده تاريخهم. انما طارق حامد ثاني احسن لاعب في افريقيا، فبالنسبه له مقاتل. ركز في الكلام. طارق حامد افضل لاعب في مصر اخر 10 سنين. دي امتى؟ يعني امتى اخر 10 سنين؟ يعني مثلا احنا في 2020 يعني لحد 2010 هو احسن لاعب، يعني 2010 احسن لاعب ان هو في بطن امه مثلا احسن لاعب، ماشي يلا مش مشكله. طارق حامد الاسد الزملكاوي درع نادي الزمالك والمصري، يعني ايه ده مش فاهم. طارق حامد الاسد الزملكاوي درع نادي الزمالك والمصري، درع نادي الزمالك والمصري يعني ايه ده؟ يعني دي بطوله مثلا ان هو درع مثلا عشان بيضرب فبيصدر جسمه مثلا فكده بقى درع، ولا دي بطوله؟ اي كلام. مجد في اللعيبه على قد ما تقدر علشان تبان ان الزمالك ده نادي ذو قيمه، وان لعيبه الزمالك دي هي جميله وعظيمه. مين طارق حامد عمل ايه للدنيا كلها؟ بس قول لي غير ضربه ولعبه الغشيم، ولكن طارق حامد يلا مش مشكله. نيجي بعد كده لكابتن واحد اسمه احمد سمير، ده ممكن يكون اسماعيلاوي. الحبسه اللي احنا فيها دي اصعب من حبسه جوزيه والكلاب بتوعه في اسماعيليه، 6 ساعات من غير حتى ما ياكلوهم. شكرا شعب اسماعيليه. طبعا هو ان احنا قبل كده رحنا اسماعيليه في المباراه دي اللي احنا كسبنا فيها 6. انت متخيل المباراه دي احنا اتحبسنا 6 ساعات تقريبا، انتوا كل جون حبستونا بساعه وكان مفيش مشكله. هو المفروض ان انت دلوقتي في مشاكل بره وضرب وطوب، المفروض ان انا اطلع واضحي باللعيبه مثلا واطلعها؟ اكيد لا، لازم نفضل قاعدين في الملعب. الموضوع مش موضوع حبسه، الموضوع ان احنا فضلنا في الملعب لحد ما الموضوع ينتهي. وانتوا فاكرين ايه اللي حصل في شارع شبين عندكم؟ صح، اما طلعنا بقى اما الجمهور طلع، انتوا تفتكروا الكلام ده؟ انا ما بحبش اتكلم في حته التعصب دي، انت اتحط عليكم قبل كده كتير في اسماعيليه، لكن ده مش موضوعنا ولا سياق موضوعنا. لكن انت اتهنت 6، انت ما بتتكلمش على ان احنا كسبنا الاسماعيلي 6 في اسماعيليه، وبيتكلم عن ان احنا فضلنا واقفين في الملعب وعشان في بلطجه حصلت. طب ما هو الكلام ده كان ممكن يترد لك في القاهره، بس انت جمهورك كان بيخاف يحضر في القاهره انه عارف اللي كان بيحصل فيه يعني. شوف اللي بعد كده. من هاني اتكلموا عن الكرة الذهبية، لقب يضاف لمصر مش للملكي فقط، وأحقية حامد أو ساسي أو بن شرقي الكرة الذهبية ياخدها حامد أو ساسي أو بن شرقي أولاد الذين
بص العظمه هم بيعظموا في لعبتهم الهه. ليه بقى؟ بحسمهم لقبين سوبر على مستوى العالم، احدهما قاري في ظل استحاله عوده البطولات الموسم ده. دي النماذج اللي تستحق المتابعه والاهتمام واللي تشرف مصر، مش الكلام الفارغ. يا نهار اسود، يعني انتوا عارفين الواد ده بيقول ايه يا جدعان؟ ده بيقول جريمه. الكلام اللي بيقول ده يتحاسب عليه اصلا. المفروض الكلام ده الاكونت بتاعه ده يتقفل، لان هو بيقول لك ان عايز ساسي او بن شرقي او طارق حامد واحد فيهم يترشح للكوره الذهبيه، لان هم خدوا 2 سوبر، واحد من الترجي واحد من الاهلي بضربات الجزاء، فلازم واحد فيهم يترشح للكوره الذهبيه. يا وداني اللي هتتفقعي. يلا اللي بعد كده. يلا مش مشكله، احنا بنعدي، بس الكلام ده كله جاي كتير. معانا ناس كده كمان من الاستاذ مدحت العدل. طارق حامد الذي يعتبره افضل لاعب مصري اخر 5 سنوات، هو بيعتبره افضل 5 سنوات افضل لاعب في مصر، وكان في واحد قبلها بيعتبره اخر 10 سنوات. يلا مش مشكله، احنا نقول اي كلام، 10 5، المهم ان في جمهور بيصدق. حتى في رأي المدربين الأجانب الذين دربوا المنتخب يبدو أنه يمثل عقدة نفسية لجماهير أحد الأندية العربية. طب أفضل لاعب مصري كمان مرة، كمان مرة، كمان مرة، ده هو اللي بيقول كده على فكرة، وأنا مني 2 كمان مرة، لأن في بين بيصدق طبعا الكلام ده. وطبعا أنت بالنسبة لك شايف إن طارق حامد هو بالنسبة لهم ده حاجة بيمثل لنا عقدة نفسية، أحد الأندية العربية اللي هو أكيد جمهور النادي الأهلي، فبيمثل عقدة نفسية. أوكي، ليه بقى؟ ليه؟ انتوا عارفين احنا ليه بنتضايق وبننتقد لعيبتكم؟ لان انتوا لازم تفوقوا. عارف انت مثلا لو تتكلم على شيكابالا، هو فوق يا ابن المره، شيكابالا دي وخرا ايه؟ طارق حامد فوق يا ابن، انت بتقول ايه؟ مين دول اصلا؟ امال دول ايه اللي ورايا دول؟ لو دول نجوم عندكم، دول اللي ورايا ايه؟ يعني لو انت بتتكلم على ان طارق حامد ده اسطوره وبيمثل عقده نفسيه، عقده نفسيه، شيكابالا بيمثل عقده نفسيه، ساسي بيمثل عقده جنسيه، اللي ورايا دول بيمثلوا عليكم عقده ايه؟ يعني انا عايز اعرف، يعني دول اللي ورايا، الاساطير اللي ورايا دول بمواقفهم وبطولاتهم ومبادئهم بيمثلوا لكم ايه وعاملين فيكم ايه؟ ما بينيمكوش، صح؟ نخش على اللي بعد كده. كابتن ايمن الفيلسوف بتاع النسوان على على تويتر بيقول ايه بقى؟ الاهلي لم يستحق لقب نادي القرن، والزمالك الاكثر شعبيه في افريقيا بالنسبه لي. يا كابتن بالنسبه لك انت، بالنسبه لك خلاص، بالنسبه لك الزمالك احسن فريق في العالم، بالنسبه لك الزمالك احسن فريق في التاريخ، الزمالك بالنسبه لك هو بطل افريقيا 20 مره. ما هو بالنسبه لك، لان انت بالنسبه لك بالك، يعني موضوعك انت يخصك مع نفسك، لانه بالنسبه لك، فبالنسبه لك انت مع نفسك يا كابتن. تمجيد والآلهة. يلا بينا بقى، يلا بينا بقى نخش كده شيكابالا. لو كانت كرة القدم منصفة لكان شيكابالا هو كابتن على ميسي في برشلونة، لكن المؤامرات الأهلاوية كان لها شأن آخر. بص حتى صورة شيكابالا في البتاع ده يا جماعة، ركزوا في وشه، انا عامل لكم عليه دايرة. شيكابالا نفسه تحس ان هو مش مصدق الكلام في الصورة، يعني ان هو كان هيبقى كابتن على ميسي لو الكرة منصفة، مش عارف نعمل ايه عشان ننصفه. لكن المؤامرات الأهلاوية، طب احنا عملنا ايه يا ابني؟ وانت مريض يا ابني؟ الله يخرب بيت الأهلي اللي عامل لكم عقدة مجننكم داخلكم في أي موضوع. مجد وانفخ. في تونس الهلولو هو عالمي، مش فاهم. في تونس في الهلولو هو عالمي، في الهلولو ما علينا، انا مش عارف اقراها. بس الجون اللي جابه شيكابالا ده في الافريقي التونسي اعتقد، في الافريقي، لان الافريقي التونسي، انا فاكر الماتش ده ان هو ده كان جون التعادل لزمالك من فاول، وبعد كده جون مصر كان حصلت موقعة الجلابيه. انا مش فاهم انت عايز ايه وبتكتبوا ايه وانتوا عايزين ايه، وانت عبيط ولا ايه؟ وشيكابالا مين؟ ماشي يا عم ايطاليان هبداوي. يلا اللي بعد كده. كرة القدم في صورة حاطين ميسي، شيكابالا، كريستيانو رونالدو. طبعا مش كل حاجة هنعلق عليها في الصور اللي هم بيعملوها دي، انتوا شايفين الكلام ده لا يحتاج الى تعليق اصلا، لا يحتاج الى كلام، لا يحتاج الى الصمت في حرم النجاسة زبالة، فاحنا نسكت احسن. نعدي اللي بعد كده. شوف كابتن محمود المليجي بيقول ايه. محمود المليجي، ما نعرفش مين محمود المليجي. بيقول لك موضوع احمد فتحي ده اثبت باليقين ان محمود الخطيب طفل صغير وبيعيط لما اللعبه بتتاخد منه، وبيجري على باباه اللي هو تركي المفروض ويقول له ماليش دعوه اتصرف، انا عايز اللعبه دي يا اما نكسرها ونرميها وتجيب لي لعبه غيرها. يا كابتن خطيب ممكن يكون قصده على قصه احمد فتحي، واقول لكم حاجه على قصه احمد فتحي ده عشان في حلقه انا كنت اتكلمت فيه بس في اخر الفيديو، اقول لكم حاجه على قصه احمد فتحي دي. يا كابتن خطيب عيب على قيمتك كلاعب وسنك اللي مش صغير انك تبقى بالشكل ده. احمد فتحي راح ولا جه هو مجرد لعيب مهما كانت اهميته. اتمنى انك تبطل عياط وتقوم كده تستهدى بالله وتغسل وشك. اوكي، يعني يا كابتن انت بتتكلم على كابتن محمود الخطيب، بتقول ان هو نجم كبير وانتوا عارفين قيمته. حلو، انتوا عارفين قيمته، بعد كده بتشتموه. يلا مش مشكله النقطه دي. هو بيتكلم على قصه ان كابتن خطيب، ان هو الناس قالوا ان هو اتدخل في الموضوع علشان
يوقف احمد فتحي او يوقف الصفقه بتاعت بيراميدز. اولا انا كنت اتكلمت، مش هقولها في اخر حلقه، هقولها دلوقتي، كنت اتكلمت في فيديو قبل كده، قلت كنت عامل فيديو اسمه كده احمد فتحي لا الزمالك ولا بيراميدز رسميا، لان كان جاي لي معلومه مؤكده، وهي المعلومه مؤكده ان احمد فتحي بالفعل ما كانش رايح نادي بيراميدز بسبب تدخل تركي آل شيخ. الموضوع مش هقول لك انه كان بسيطني، لكن اي حاجه تضر لاعب مش هقول لك تقطع رزقه، لكن احمد فتحي ده هو المفروض كان مشي عشان الطمع، فالناس وقفوا طمعه. انا كنت بالنسبه لي لا فرحان ولا زعلان، بس احسن انك مش انك طمعت. فكان النادي الاهلي يعرف ياخد حقه كويس جدا جدا، زي الحضري لما راح سويسرا وتوقف الموضوع ورجع، كل الناس قالك شوف يا ربنا عمل فيه ايه، نفس الكلام اللي احنا قلناه، نشوف ربنا سلط عليك ناس عشان انت طماع. اوكي، القصه بتاع كابتن محمود الخطيب ان كابتن محمود الخطيب اتدخل، لا تركي آل الشيخ تدخل في الموضوع، والموضوع اتعمل له قط ان احمد فتحي خلاص مش رايح بيراميدز، وعرضوا على النادي الاهلي هل انتوا عايزين احمد فتحي يجدد؟ النادي الاهلي قال له لا ما تدخلوناش في القصه، سيبوه يروح بيراميدز، يروح انجلترا، يروح اي نادي، احنا مش مسؤولين. فبالفعل طلع الموضوع ان احنا مش هنقف في رزقك يا ابني، فاتكل على الله. النقطه دي مهمه جدا جدا، عشان كنت عامل عليها حلقه من فتره واتكلمت فيها ان القصه كانت وقفت، والنادي الاهلي لو كان النادي الاهلي مؤذي كان ايه اللي حصل؟ كان المفروض احمد فتحي ما كانش هيروح بيراميدز، وكان هيشوف ايام مش كويسه، لكن النادي الاهلي بقيمته الكبيره. فالبوست بتاعك ده تلبسه يا كابتن محمود المليجي، النادي الاهلي بقيمته الكبيره ما يعملش حاجه زي دي اصلا يعني. شوف الاسكرين اللي بعد كده من واحد برضه اسمه عمر، قسما بالله هو بيحلف، انا اقسم بالله لسه ما اعرف هو بيحلف على ايه، بس هو اكيد بيحلف على حاجه كذب، لانه ادم زملكاوي فهو بيحلف على حاجه كذب. قسما بالله من اكتر واحد بيحب ميسي المفروض هو يعني في العالم، الفينش عكس الاتجاه مع سرعته دي اصعب من اي فينش في تاريخ ميسي. كوره شيكابالا اللي تقريبا كان مسجلها مش عارف في بتروجيت ولا في الاسماعيلي ولا مسجلها في المصري، المهم انه الفينش اللي عمله شيكابالا ده اصعب من الفينيشات اللي بيجيبها ميسي. وبتقسم بالله وانت بتحب برشلونه وبتحب ميسي، انت داخل النار. انت في رمضان لازم تصوم بعد رمضان 3 ايام، وقبل رمضان تصوم 3 ايام في الايام المفترجه بتاعت شعبان، لان انت كذاب وانت داخل النار بالقسم الكذب ده. خش على اللي بعده، تعظيم اللعيبه. دي بقى ايه كانت في ايطاليا الهبداوي. انا بس عايز اتكلم في حاجه دي مهمه، النقطه دي لازم اتكلم فيها، اللي هي الكاريكاتير اللي معانا ده، اللي هو جايبين لك صوره اللي قدامكم، جايبين صوره اللي هي يافطه تحت كده، هي الصفرة دي جحيم رادس، وجايبين لك الزملكاوي معاه جردل وكاتب وجاي له تليفون، خلاص طفيناها وراجعين على طول اهو. حلو، نقف شويه عند الاسكريه دي. هو انت عملت ايه في رادس؟ سمعني، ما انا لازم اسمع معاك. انت كزمالك عملت ايه في رادس؟ انت لعبت الترجي 3 ماتشات، فشخت الترجي ال3 ماتشات، صح؟ مش ده صح ولا ده غلط؟ ماتش منهم كسبت 3-1 في القاهره، ماتش كسبت 3-1 في قطر، ماتش رادس خسرت 1-0 وتصعدت بس خسرت. عملت ايه انت في رادس؟ يعني ايه؟ انت عملت جون زي ابو تريكه؟ انت عملت جون زي بتاع مثلا مين، وليد ازهر مثلا لما كسبناهم في رادس؟ انت عملت جون علي معلول واجاي؟ هو انت عملت ايه هناك؟ احنا كنا بنروح نكسب هناك، احنا بنروح نكسب هناك، احنا بنروح نحط عليهم هناك، كنا بنروح ناخد بطولة 2012 جدو، اما جدو وليد سليمان كنا بنكسب هناك. يا تيس افهم، ده الجحيم، عشان كده احنا مسمينه جحيم رادس، اللي هو الاهلي اللي عمل الجحيم. انت طبعا كسبان ماتش، كسبان ماتش ايه؟ انت ما كسبتش حاجه هناك اصلا. يلا معلش، جحيم رادس وفي بهيم بيصدق. يلا نشوف صورة كمان لبنوتة من على الانستجرام وبتقول رأيكم فيها. هنعرف دلوقتي رأينا في ايه. الصورة دي مش مجرد صورة لحارس نادي الزمالك بيصد ضربة جزاء من لاعب الاهلي، طبعا ده قبل كده لما الزمالك خد لنا كاس السوبر بضربات الجزاء، مش الاخيرة، اللي قبلها اللي كانت في الامارات برضو. انا بشوفها صورة بتمثل رمزيا صمود الزمالك قدام فساد الاهلي طوال تاريخه، وفي ظهر الزمالك كان دايما جمهوره اللي منور الصورة. يعني ايه ضربة جزاء الجون بتاعكم صدها من مؤمن زكريا، فبتمثل لك صمود يا مريومة. مريم انت قمر، خلي اعملي تيك توك، ارفعي ستوري. انت تقريبا في الصوره دي كنت رافعه ستوري، ارفعي ستوري يا ماما، مالكيش دعوه بالكوره، او مش هقول لك على المطبخ يعني، بس ايه، انت قمر فمالكيش دعوه بالحاجات دي يا قمر، ماشي يا قمر؟ مالكيش دعوه بالكوره، انت واخده الصوره دي سكرين من بيج فحطيتيها عندك وعايزه رايكم عشان يحصل لك تفاعل، فحلو جاي لك عليها 80 لايك، فمالكيش دعوه بالكوره. ميمه حبيب قلبي، بالحب كده الدنيا حلوه، هنتكلم مع بعض ونهدي الكلام، بس اللي انت فيه ده ملوش علاقه بالكوره. شوف اللي بعده. هبه علي على تويتر بقى، امبابي هو شيكابالا الكره الفرنسيه، يعني امبابي هو اللي شيكابالا مش شيكابالا هو اللي امبابي. اوكي ماشي، نفس السرعه ومهاره شيكا وهو في سنه. يا نهار اسود ومهبب، ده مهبب ومنيل ومطين ومكاكا، انت عملتي على وشي كاكا دلوقتي. وبعد كده واحد بيرد بقى بيقول لها ايه بقى؟ لا طبعا امبابي سريع بس مهاره شيكا ملهاش مثيل.
عارف اللي هو ايه الحرامي والعبيط بنرد على بعض، اللي هو ايه مين هيعلي على مين، اللي هو يلا مين ده بقى، ده مدخل لهم مثلا لا انت عبيط يلا، ده ميسي يلا هو اللي اتعلم من شيكابالا، ده ميسي هو شيكابالا الكره الارجنتينيه فاهم، اللي رخه هو شيكابالا، اللي شخه فاهم، اللي هو كلنا بنعلي على بعض في الهبد. بعد كده بص بقى، حازم امام خد احسن لعيب مهاري في العالم، هو بيتكلموا على ان حازم امام خد احسن لعيب مهاري في العالم. بيبسي كانت جايبه الناس اللي هم المعلنين يعني او مش المعلنين، اللي بيعملوا لهم اعلانات عندهم، وبيبسي كسبونسر للعيبه مثلا، فلا تعالى يا حازم، تعالى يا بيكهام، تعالى يا كارلوس، الناس اللي كانوا بيعملوا اعلانات بيبسي زمان يعني. يلا مين تعالى هوبا 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 نعمل مسابقه بنشوط فاولات، بنشوط فاولات. طبعا انتوا عارفين بيكهام بيشوط فاولات ازاي، وعارفين كارلوس الفاول اللي شاطه، يا ساتر في يا سلام على الفاول اللي لف من جوه لبره لجوه ودخل، واللي موسوعه جينز قعدوا يقيموا في امه. لكن حازم امام طبعا عشان حط كوره شالها حطها في جردل، احسن لاعب في العالم، احسن مالي في العالم، بس انت حمار انت فاهم حاجه. حازم امام يلا في ايه، اعبد اعبد اللي بعده. ركز بقى في المقارنات بقى، ما انا بقول لك هم ما عندهمش قيمه للزمالك. سمعت كلمه في الاسكرينات عن الزمالك بيمجدوا في الزمالك، هو كله لعيبه بس احنا حلقه اهلي كوريش النهارده بيقول ايه بقى، حرام اعمل مقارنه بين اكتر لاعب متكامل في تاريخ مصر، مفيش زيه اتنين في كل حاجه عنده، بلاعب في منه كتير عادي زي عبد الله السعيد وغيره، يعني زي اللي هو ابو تريكه. انا بحترم الاهلاوي اللي معترف ان شيكابالا امهر واحسن في كل حاجه، وبضحك على الاهلاوي اللي بيدخل البطولات في مقارنات زي كده. من الظلم ان شيكابالا يتحط في مقارنه مع تريكه كلاعب فردي وكموهبه وككل حاجه في الكوره. شيكابالا خليط من حازم امام المهاري، وبين صلاح السريع محمد صلاح يعني، وبين محمد صبري الشويط. شيكابالا اتجمعت فيه كل الصفات. حلو قوي ده، مين ده؟ امضاء يوسف الشريف. اوكي طبعا هو بيقارن ابو تريكه بشيكابالا، وطبعا المقارنه اصلا حرام شرعا انك تقارن ابو تريكه بشيكابالا. اوكي لكن انتوا بتمجدوا يعني ابو تريكه ببطولاته، بانجازاته، بمهارته، باهدافه، باحترامه، بي بتقارنوا بشيكابالا. هو انت قلت لكم ايه الحلقه اللي فاتت، الحلقه بتاعت سكينات اخر الحلقه اللي فاتت، قلت لكم الزمالك ما عندهمش قيمه للزمالك، مش مهم الزمالك فين، مش مهم اللعيب ده قيمته ايه في الزمالك، عمل ايه للزمالك، جاب بطولات كام، سجل كام هدف، عمل ايه، المهم ان هو بيعرف يرقص ولا لا. هو بس كل المقارنه الطويله اللي كانت قدامكم دي على ان اللعيب ده مراوغ جيد، شيكابالا بيرقص احسن من ابو تريكه. قلت لكم الكلام ده قبل كده والله، والكلام ده بيظهر يوم بعد يوم. هم ما يهمهمش اللعيب ده شتمني تف عليا ضربني بالجزمه، والله لو مؤمن زكريا وكهربا رجعوا لهم ما هيفرق معاهم حاجه لو جابوا لهم جولين بترقيصه، هيبقى كهربا رجع غاسكو، مؤمن زكريا الحراق بتاعنا عادي يا جدعان، هم كده والله. نيجي نتكلم على ايه، شوف السكرينه دي برضو سكرينه حلوه، هي طويله شويه. ماتش حسم الدوري موسم 2003 2004، الزمالك مسك الاهلي مسح بكرامته الارض وبيلعب على جون واحد ويكسب وياخد الدوري. كان مين الاهلي بقى بالهمزه ماشي اوكي. الحضر اللي كان مفيش منه، واحسن حارس في العالم، وائل جمعه اللي مدافع مجاز زيه، وابو تريكه اللي ما يتقارنش بحد، وشوقي اللي ازاي هنقارن طارق حامد بيه، وحسام عاشور اللي بيكلم الكوره، وهادي خشبه وشادي محمد وحسن مصطفى وبيبو معظم قوام المنتخب. لكن لانه الزمالك كان العادي اننا نكسبهم، فبلاش نغمه تعظيم في اسماء لاعيبتهم من الاعلام نسمعها، لان الجيل ده عمل تاريخه بدون منافسه، وكل شيء كان مهيأ لهم، ولازم الكل يموت علشانهم. انما الزمالك كان بنص مستواه ومش بكامل نجومه بيمسح بيهم الملعب ويفشخهم. طبعا المباراه اللي هم بيتكلموا عليها دي مباراه اخر مباراه الزمالك كسبها للاهلي من قرون القرون يعني، او من جوزيه لما ابتدى يبقى قوي. الزمالك تقريبا في الدوري اخر 3 ماتشات كسبهم، الماتش ده كان رقم واحد في الثلاثه. ركزوا في اللي انا بقوله، الزمالك في اخر بطولات الدوري مثلا الماتش ده كان 2003 2004، من 2003 2004 من الموسم ده لحد الموسم هذا الزمالك كسب النادي الاهلي 3 ماتشات في الدوري، 2007 والموسم بتاع اللي قبل اللي فات او اللي فات، الموسم اللي فات تقريبا، ان النادي الاهلي برضو كان حسم الدوري والزمالك كسب، وده كان الماتش الاولاني في الثلاثه. طبعا الماتش ده خلص اولا 2-1، يعني المباراه خلصت 2-1 للزمالك وكسبنا، وكان اول هدف بالمناسبه لابو تريكه في مرمى الزمالك. والمباراه دي الشوط الثاني الاهلي عمل ماتش كويس جدا جدا، والاهلي فعلا كانت دي بدايه احلال وتجديد فريق كره القدم بالنادي الاهلي. قبليها انا كنت بكسبك 6-1، وقبليها كنت واخد منك بطولات، يعني عادي كان الموضوع فيه اخذ وعطا. انت جات في فتره النادي الاهلي هو كليا كان واقع، كنتش انت بتحط عليا زي ما انت بتقول، ومع ذلك ما كملتش ليه حطك عليا، مش عارف ترجع ليه طيب. لكن انت بتتكلم على ماتش كسبتوني وسط بحر فوزي عليك، هي دي بجاحات كل عمرها ما بتنتهي. تصريح لاسامه نبيه، الراجل اللي انا ما اعرفش دوره ايه، بس هو بيقول ايه بقى، دور الرجل الثاني في الزمالك انتهى،
لان عملت به من قبل والحقيقي ارغب فيه. خد تجربه الرجل الاول لانني خضت هذه التجربه مع اكثر من فريق وانتظر هذه الفرصه. انت مين يا كابتن اسامه بقى؟ معلش يمكن السكرينه ما تخصش النادي الاهلي شويه، بس انت ليه عامل نفسك مدرب؟ ليه عامل نفسك حاجه؟ ليه دايما شايف نفسك كده؟ يعني انت ما عملتش حاجه مع المنتخب، وكنت راجل بغل وراجل كيداوي، ولو مسكت اي نادي حتى لو نادي وسط في الدوري هتبقى نفس الانسان. الطبع يغلب التطبع، انت تبقى وحش مع اللعيبه، فانت الاحسن لك تفضل قاعد في البيت تغيظ في الاهلاويه. بس دي حاجه لايقه عليك جو النسوانه. شوف الاسكرينه اللي بعد كده. طبعا دي سكرينه برضو الكابتن علاء عبد الغني اللي هو مدرب العام للمقاولين: الزمالك كعبه عالي على الاهلي. انا مش هتكلم في دي ولا عليها تعليق عليها، انتوا تعليقكم انتوا يكفيني، يعني تعليق الناس اللي بتتفرج على الحلقه يكفينا. واحد زي علاء عبد الغني ده يقول ان هو كعبه عالي علينا. كعب ايه؟ يلا كعب الكعب بتاع الوليه السمنه، ولا كعب الايه؟ مش فاهم يعني كعب يعني اطول مثلا، انما كعب فوز يعني علينا. طب انتوا مش بقول لكم ما يقروش تاريخ هم، بس احنا نحط الاهلي في جمله علشان بس احنا نتعرف. عفت نصار الناس دي كلها يشتموا الاهلي عشان نتعرف. دي بس دي برضو حاجه جات لي، دي حاجه انا عايز ارد عليها. معلش انا اسف، احنا قدامنا كده كام سكرينه وهنفنش، بس دي ايه، عايز بس ارد على السكرينه دي. في حلقه بتاعت شله نادر شوقي والشفافيه الاداريه، كان جالي واحد بيقول ايه في الحلقه دي، اما انا كنت بنتقد نادر شوقي وبنتقد قصه احمد فتحي وقصه رمضان صبحي وقصص كتيره جدا جدا. واحد كتب لي كومنت واكيد اهلاوي، بيقول لي: شكلك جاي لك كلام من قناه الاهلي، كنت بحبك بس بقيت بتطبل للاداره قوي. واحد تاني في حلقه قبل كده قال لي: انت بقيت تتكلم عن تركي. واحد قبل كده بيقول لي: انت بتنتقد اللعيبه، انت اصلا مش اهلاوي. واحد لما اتكلم على اللعيبه يقول لي: بجد انت بتحب النادي الاهلي. بصوا يا جماعه، انت حقك تصنفني باللي انت عايزه من طريقه كلامي، انت تصنفني زي ما انت عايز كمشاهد، حقك. ولو هتشتمني انا ما بردش على حد اهلاوي، ولا عمري هغلط في حد اهلاوي لو شتمني بعيلتي كلها. ولكن انت اما بتشوفني انا بتكلم في اللي انا عايزه من جوايا، لان اللي جوايا مش هقدر اوصله لك. اما مثلا بنتقد حاجات للاداره بتبقى حاجات مضايقاني، اما بدافع انا ده كده كويس. اما بنتقد لاعب يبقى هو مضايقني، اما بيرجع يمشي ويغيظك ويبتدي يروح نادي تاني عشان الفلوس، ساعتها بتقول كلامي صح. فانا ما بركزش في الموضوع ده، انا بتكلم اللي جوايا. معلش سكرين يمكن بره اطار الحلقه. نخش على حاجه بعد كده. الاسطوره المزيفه بيجي الزمالك، الاسطوره المزيفه لو بالمهارات حسن وشيكا، لو بالارقام حسام حسن، لو بالعالميه ميدو محمد صلاح، الخطيب اكذوبه صنعها الاعلام. يعني مش عارف، لو بالمهارات هو احسن من حازم وشيكابالا، وبالارقام هو برضو ممكن يكون احسن من حسام حسن. يعني من وجهة نظري انا الشخصيه، الارقام ممكن القابه الفرديه والقابه مع النادي الاهلي برضو كانت كويسه. يمكن هو ظهر فتره السبعينات والثمانينات، دي فتره اصلا كانت الكوره فيها مش مصروف عليها زي ما بدات في التسعينات، وبعد كده حسام لما كمل. ولو بالعالميه لا هو صح، ممكن يبقى محمد صلاح مش ميدو. محمد صلاح طبعا عالميته عن كابتن محمود الخطيب اكيد عاليه جدا. يعني محمد صلاح ظهر في وقت احتراف كان قوي، الدوريات بره كانت مهمه، ومحمد صلاح لعيب كويس جدا، بس مهارته عمرها ما تيجي زي كابتن محمود الخطيب. يعني الخطيب اكذوبه صنعها الاعلام. معلش يعني شيكابالا ايه وطارق حامد انتوا بتصنعوه، حتى الاعلام مش عارف يصنعه. نيجي تشادي سيدرو يقول لك: سؤال، لو كان بيراميدز كنادي موجود في فتره لعب الكابتن الخطيب والانتقالات كانت مفتوحه زي دلوقتي، ونادي بيراميدز عرض على الكابتن الخطيب $1,000,000 في السنه، كان هيروح ولا كان هيستمر في الاهلي؟ طبعا انت بتتكلم بحاجه، عارف حاجه ايه، حاجه اصلا خياليه. اللي هو مثلا سنه 80 ولا سنه 79 كابتن محمود لما كان متالق فكان جاله $1,000,000 سنه 70. $1,000,000 سنه 70، دي $1,000,000 دي كانت تشتري الاهلي والزمالك. يعني $1,000,000 دي كانت الاهلي والزمالك يتباعوا. فانت بتقارن ايه بايه؟ يعني انت بتقارن ايه بايه يا شادي يا سيدرو يا سنتيانا؟ انت بتقارن ايه بايه؟ يلا يا برا، بتقارن ايه بايه؟ يعني جايب كلمه يعني مش فاهم والله. انا ما فاهم. ما كابتن حسن شحاته وكابتن طه بسري اما احترفوا الخليج ما احترفوا عشان الفلوس، ما كان سهل ان كابتن محمود الخطيب يحترف وقتها، كان برضو المقابل المادي كان قوي و لكن كان في فلوس برضه، بس مش $1,000,000. انت عايز اي فتق اللي هو خلاص بلاش $1,000,000. لو كان بيراميدز موجود يعني دلوقتي وكان العروض ده غاليه، لا زمان قلنا كان في انتماء. دلوقتي ما بقاش في انتماء، دلوقتي الفلوس هي اللي مسيطره يا شادي يا سيدرو. ما تجيب رضع نخش على اللي بعديها. شيماء محمود مش عارف ليه الجنس اللطيف داخل معانا النهارده. كيلو البوري ب 45 جنيه، وكيلو الفسيخ ب 175 جنيه. الزمالك 12 دوري، الاهلي 41. احنا الدوله الوحيده اللي المعفن فيها اكتر من نضيف. يا بلد انضف ما فيك الزمالك. يا شوشو. شوشو ما بلاش هبد. 41 ايه وفسيخ ورنجة ايه يا شوشو؟ جعانه خش كل يا شوشو وخليكي في المطبخ. يا شوشو مش هرد على بنات اكتر من كده. زملكاوي جميل، زملكاوي لطيز بيقولوا ايه بقى: مصدر مقرب من احمد فتحي. احمد فتحي قبل طبعا ما يروح بيراميدز، احمد فتحي تعبان جدا نفسيا،
ولم يتصل بمسؤولي بيراميدز او اي مخلوق من الاهلي، ولم يطلب التجديد ومنعزل في منزله وتارك الامور، ويقول اللي كاتبه ربنا هيكون. كلام من لاعب مصدر ثقه قريب جدا من احمد فتحي. واو. احمد فتحي اللي هو اصلا راح بيراميدز وهو كان عارف وزملكاوي جميل، يعني مثلا مصدر في الزمالك هيقوم رايح لمثلا ايه لواحد زملكاوي جميل يقول له بص بقول لك ايه اكتب الخبر ده وخده حصري عندك في كذا 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 كذا. بجد والله العظيم احمد فتحي قاعد منعزل، هو عارف بقى الواد بقى خلاص منعزل وسايب الامور على الله ومش عارف ايه وكده، وحالته النفسيه زي الزفت عرفته منين يا ابني؟ وانت بتقول ايه يالا؟ ما هو راح بيراميدز في الاخر اهو، برضه حالته النفسيه خلاص اتحسنت بقى دلوقتي. طب ما تكتب ان حالته النفسيه بقى كويس عشان نطمن على كابتن فتحي من هبداوي زيك. نخش على اللي بعد كده. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك صوره تجمع بين السرعه والمهاره والقوه والتسديد والذكاء الى جانب رونالدو. يعني كل الحاجات اللي اتقالت دي كلها في الكابتن اللي جنبهم، اللي هو بص كيرشو طالع مترين هيخبط بيه كريستيانو، وجنبيه بس كريستيانو. يا حبيبي كريستيانو الحقير ده ملوش لازمه جنبيه طبعا، فاهم؟ احنا اللي بنعظم في لعيبتنا، الله يخرب بيت كده، والاعلام اللي بيصنع لعيبتنا ده انتوا بتصنعوا من الفسيخ عجوه. تصريح للكابتن حسين السيد اللي شوبير فلقه اول يوم الثلاث، فلقه شوبير فلقه يوم الثلاث او الثلاث. بيقول لك ايه؟ دائما ما تتم مجامله الاهلي بالتحكيم، وكان يتم وضع حكام باعينهم لمبارياته. هناك 9 او 10 من بطولات الاهلي كان الزمالك هو الاحق بيها. طيب حلو. طبعا هو ايه؟ طبعا كلام طبعا عبيط من شخص انا والله العظيم ثلاثه الناس دي ما اعرف تاريخ ايه في الزمالك. يعني الزمالك فيه لعيبه عندهم ممكن تكونوا معروفين شويه بقله ادبهم وببلطجتهم حتى مش ببطولاتهم، لكن حتى ده ما اعرفش حتى لا بلطجه ولا كلام ولا اعرفك اصلا كابتن حسين. ولكن انت كنت كابتن زميل كابتن شوبير والناس زميلته بعض في ملاعب، عيب انك تقول الكلام ده، عيب ان الكلام ده يطلع من شخص المفروض عاقل زيك انك تقول الكلام ده. وبعدين انتوا بتقولوا ان الاهلي كل بطولاته بالتحكيم ولا 10 و9 بطولات؟ يا جدعان حددوا لنا ارقامكم علشان نعرف نرد عليكم، ما تبقوش هبادين وخلاص. طارق حامد محدش يحطه معاه في جمله واحده، مع احترامي الحسني يعني والجون شوقي في البرازيل. يعني هو صنف ان مع احترامي الحسني وان شوقي تاريخه كله جون في البرازيل، وطارق حامد الضريب هو اللي ايه اللي فاهم اللي هو لازم ياخد كل الجوائز. ماشي مفيش مشكله. عايزين تضحكوا شويه بقى نختمها بضحك، صح؟ ما اخر حاجه بقى، اخر حاجه تتختم بضحك، ما احنا مش هينفع نختم كده من غير بقى ايه ضحك. بص بقى الهبدايه اللي انا هقفل لكم جمعتكم، يعني جمعتكم دي جمعه مباركه بس هقفلها لكم. بص يا باشا، قناه الزمالك تي في، ركز بقى كده وصفي ودانك ولو بتسمع حاجه سيبها. بقول لك لو الفيفا هتلغي الدوري يبقى لابد السنه دي، يعني يبقى لابد من تسليم الدرع البطل الدوري من 5 سنين، معرفش ليه، من اي 2015 يبقى كده الزمالك هو بطل الدوري السنه دي. وهقول لك ليه اشمعنى من اخر 5 سنين تحديدا. يعني انت لو انت اهلاوي مثلا وعامل تعمل بورم وعايز تعرف اشمعنى من 5 سنين، تعالى والده هيقول لك. مين ده؟ ما نعرفوش، بس هو اللي هيقول لنا. يلا ايه بقى؟ لان الدوري هيتلغي بسبب فيروس كورونا، وكورونا جايه من كراون او كروان، ماشي يعني تاج، اوكي كراون ماشي يعني تاج، والتاج في اغلب البلدان بيبقى عليه 10 حلقات من فوق، ونص ل10 يساوي 5 وربنا ما فاهم مش فاهم حاجه. ماشي، اظن لابد من تسليم ده الحسبه اللي هو قالها دي. انت فهمت حاجه؟ كروان يعني تاج، 5 في 6 ب 18، 6 في 9، اي كلام بيتقال خلاص انت مش فاهم حاجه. انت اسمع واحسب الحسبه بتاعتك على جنب كده وتعالى انا اقول لك ليه في الاخر. إذا لابد من تسليم الدرع البطل الدوري من 5 سنين، وإن لم يحدث ذلك فستكون مؤامرة كبيرة على الملكي، مش مهم كل الكلام الملكي ده، وجمهوره وشطة ومراد فهمي هيكون ليهم دور في الحكاية دي. هم وكالة الأهرام أكيد بتهزر. أنا كده ابتديت أشك إن البوست ده مش في قناة الزمالك، ده أكيد هزار. ماشي يلا، مبروك يا ملوك، احنا ابطال الدوري للمره 13 في تاريخنا، وبطوله واحده مننا نظيفه وراقيه تساوي 10 بطولات من الاهلي. اذا نحن نمتلك 130 بطوله، 130 بطوله دوري ممتاز خاليه من التحكيم والحظ والمباراه ووكاله الاهرام. وعاش يا ملكي وعاشت جمهور الزمالك. ينعل ابو الموبايل. دايما لما بشوفها بدايه لازم ده يترمي ويتولع في امه بجاز، وهعقمه دلوقتي مش بديدول ده. انا هعمل فيه ايه؟ انتوا بتقولوا ايه؟ ايه القصيده اللي انت قلتها دي؟ يعني انت قلت ايه بجد والله؟ يعني احنا خلصنا كل الكلام اللي انت قلته، شابوه على الوقت اللي انت ضيعته، ضيعت وقتي وريقي في القرايه دي. انتوا بتقولوا ايه؟ عرفتوا عقليه جمهور الزمالك بتبقى واصله لفين؟ يلا نفنش الحلقه. في نهايه الحلقه طبعا زي ما قلنا ان طبعا سكرينات النهارده كانت سكرينات لايت شويه. سكرينات هي عباره عن تمجيد في لعيبه، عباره عن ان احنا بنعرف قيمه شيكابالا وقيمه طارق حامد وقيمه ساسي اللي المفروض ياخدوا البالون دور. عرفنا ان الدوري ده لازم يتلغي، لان جمهور الزمالك عايزه يتلغي عشان كراون البسكوت هو اتحط عليه 10 تاجات، ف10 في 5 ب 18، 9 في 6 ب 55، 6 في 3 ب 4 اس 2. يبقى لازم الزمالك ياخد الدوري لان هو الزمالك بطل الدوري خلاص. فمبروك الزمالك الدوري، مش لازم الدوري بقى يرجع ونقول يلا الدوري يرجع. فمبروك للزمالك بطوله الدوري، مبروك عليهم الهبد.
اسفين ان احنا فقعناكم النهارده. السكرينات دي نستناكم ان شاء الله يوم الثلاث اللي جاي. بننزل بوست على البيج اللي قدامكم، ننزل بوست اللي عنده سكرين عايزنا نرد عليها، يا ريت تبقى سكرينات شويه فيها نضج شويه، وتبطلوا بقى حته يعني الناس تبعت لنا بقى ايه، بلاش بقى تمجيد في اللعيبه، ابعتوا لنا سكرينات يبقى فيها موضوع يترد عليه، فاهم؟ موضوع زي الغاء الدوري ده، حاجات كده. ان شاء الله يوم الثلاث بننزل بوست، نستناكم تنزلوا السكرينات بتاعتكم عليها. ان شاء الله نستناكم الجمعه الجايه الساعه 7 في سكرينات هخه. السلام عليكم.